صباح الفل على كل الناس الحلوه. نبتدي في كورس تاني كده هو بعد ما خلصنا قصه السيلينج سكيلز والحوارات دي كلها، نبتدي في قصه البروبلم سولفنج. طيب النهارده كورس البروبلم سولفنج ده هل هو مهم بالنسبه للمصريين في قصه او في كورس البروبلم سولفنج؟ مش مهم في اي حاجه خالص يعني، ولا ليه اي اهميه. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان دي الحاجه اللي مش مكتوبه بقى في الكورس او مش مكتوبه في الكتب. هو نمره واحد، هو في مشكله؟ خدت بالك؟ طب بالنسبه للمصريين هل في مشكله؟ اقول لك ما فيش. يا ابن الناس، انت بتيجي كل يوم متاخر الشغل ربع ساعه، ايه المشكله في الربع ساعه؟ مديرك يقول لك يا عم انت كل يوم بتيجي متاخر، انت بينك وبين المكتب نص ساعه بتيجي متاخر برضه، ايه المشكله؟ انتوا اللي بتفتحوا بدري، واخد بالك؟ فنمره واحد، انت مش معترف ان في مشكله، يبقى هتاخد ليه البروبلم سولفنج؟ فاهم انت القصه؟ فعشان كده انا بقول دايما ان الكورس ده مش مهم بالنسبه للمصريين. احنا يا جدعان زي الفل، و13 على 14 والدنيا زي الفل خالص بالنسبه لنا. طب ليه انا هدي الكورس ده؟ عشان ما تروحش تدفع فيه فلوس، ما تدفعش، ما تروحش تدفع 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا يا عم ان شاء الله 50 جنيه في الكورس انت مش هتستعمله، تمام؟ الا اذا كنت انت فعلا بقى راجل كويس ومحترم وعايز تظبط الدنيا. لكن انت بتنزل من بيتكم كل يوم متاخر، تروح الشغل متاخر وشايف ان مفيش مشكله، يبقى هعمل لك ايه البروبلم سولفنج؟ تمام. طب ايه اهميه الكورس ده؟ ان انت مثلا وليكن قاعد مع زميلك المالتي ناشونال فقال لك الباريتو مش عارف ايه، فانت قاعد ايه الباريتو ده سندوتش بتاع المكسيك ده ولا ايه؟ فاخد بالك؟ فيبقى انت برضو يعني لما تسمع الكورس ده على فكره فيه مصطلحات حلوه قوي، اللي هو الفيش بون، الكيبلينج، مش عارف الباريتو، هتلاقي مصطلح يعني الكورس صغير بس فيه مصطلحات حلوه قوي، فانت تقدر تفرد كده قصاد الناس يعني. فما يبقاش قاعد جنبك يقول لك الباريتو ده، فتقول له اذا باريتو فاستتروا مثلا، يا نهار اسوخ ومنيل. لا، تبقى برضو على قدر من المعلومات اللي انت تقعد تتناقش معاه وتقول له ده والفيش بون والمش عارف ايه، وهي كلها قعده ايه، شد الحجر ودي اللي جنبك. المهم نكمل. طيب البروبلم سولفنج، يبقى اهم حاجه في الاول خالص ان في بروبلم، انت مقتنع ان في مشكله ما وعايز تحلها. واحده من اهم الحاجات والتولز اللي بتستخدم هي البرين ستورمنج. عايز اقول لك على حاجه، عشان كده انا بقول لك ان الكورس ده احنا ما بنستعملوش خالص. عارف البيزنس ريفيو ميتنج اللي الناس كلها بتخاف منه ده، اللي هم بنقعد نطلع ترابتيت بعض فيه؟ اهو ده واحده من اهم التولز بتاعت البروبلم سولفنج. شوف احنا بنستعملها ازاي بقى. خش كل واحد بقالك اسبوع ضيعت الشغل وضيعت مش عارف ايه وقاعدين كل واحد عمال يجهز ارقامه وعارضها بالطريقه الفلانيه والطريقه العلانيه عشان ايه؟ يبقى الدنيا اخف شويه وتخش تقعد انت وانت ما عملتش وانت ما سويتش، طلعت بحاجه في الاخر؟ ولا اي حاجه، ما طلعتش باي حاجه. ده انت عملت بيزنس ريفيو ميتنج وما طلعش منه باي حاجه. لكن لازم عشان توصل لحل في البروبلم سولفنج ان كل الناس اللي قاعده في الميتنج تبقى مقتنعه اولا ان في بروبلم، ان في مشكله. نمره اتنين، تبقى مقتنعه ان انا عايز اسمع اراء الناس التانيين، لان ده البرنسبل بتاع البرين ستورمنج. هو ايه؟ تسمع كل الناس وما تحقرش من اي فكره. بس ان واحد يقول لك يا باشا ده بص احنا عايزين نعمل جهاز نطير في السماء، ما تحقرش من فكرته. حلو كده؟ فدي الجزئين. انا بديك مقدمه عن قصه البروبلم سولفنج اللي هي مشكله وازمه كبيره جدا بالنسبه لنا. عندنا مشاكل كتيره جدا لكن احنا مش معترفين ان في مشاكل. مفيش مشاكل اصلا، مفيش مشكله، انت مش شايف المشكله، هتحلها ازاي؟ فاكر انت يقول لك مثلا انجليزي يقول لك اذا اليفانت از ان ذا روم، الفيل في الاوضه. يا جماعه الخير، في مشكله، في الفيل في الاوضه. حلو كده؟ فدي قصه البروبلم سولفنج. هقول لك بقى على حاجه ظريفه جدا عشان اقول لك ان ممكن الحل يجي من شخص انت لا تتوقعه تماما. في احد الولايات في امريكا، فكان في مصنع بينتج صابون، فكانت ايه المشكله بتاعتهم؟ ان في علب صابون بتخرج ما فيهاش صابون، عادي يعني، عادي، خطأ من المكنه، عادي جدا يعني. الكلام ده كان من فتره طويله يعني، من زمان. فالمهندسين جم، الراجل بتاع المصنع المهندسين جم قال لهم يا جماعه انا دلوقتي عندي مشكله، والناس في بيتكلموا على المصنع ان في صابون بيخرج كذا، ودي عامله لنا مشكله كبيره جدا. المهم ان الخبر انتشر في المصنع كله ان يا جماعه الخير الناس جابوا مهندسين عشان مشكله الصابون اللي مش موجود في العلب ده، اللي هو علبه صغيره كده بتخرج العلبه منفوخه وزي الفل لكن ما فيهاش جواها الصابون. المهندسين قالوا له والله احنا في مكنه بتقيس بالوزن، دي المكنه دي تقريبا ثمنها مش عارف 15000 دولار ولا 20000 دولار، رقم. راجل صاحب المصنع قال له خلاص هنجيب المكنه. المهم راح جه عامل دخل خبط على صاحب المصنع قال له انا عندي حل للمشكله دي. انت عندك حل المشكله اللي هم المهندسين جايين يحلوها دي، اللي هو انا بدفع لهم شيء وشويات وهجيب مكنه مش عارف ب 15 20000 دولار عشان حضرتك كعامل تحلها لي؟ قال له قال له هنعمل ايه طب يا عم الحاج؟ قال له هنجيب مروحه ايه يعني؟ هتهوي على ايه يعني؟ واخد بالك؟ قال له لا ولا حاجه، هنجيب المروحه نحطها على قصاد السير، نظبط سرعه المروحه على وزن الصابون. عارف يعني ايه؟ يعني انا النهارده اجيب مروحه سرعات، ادوس بالسرعات شويه، اعلي لغايه ما يبقى المروحه قوه الهواء
تطرد العلبه الفاضيه. شكرا، حل المشكله. بكام المروحه يا عم؟ $5 $10. حلو كده. انا فعشان كده انا بقول لك من الاول خالص، بروبلم سولفنج هو حاجه قويه جدا على مستوى العالم بيستعملوها، ودي جزء من حاجه اسمها الكوانتيتيف اناليسيس، التحليل الكمي، زي ان هو بيعمل معادلات والكلام ده كله. الموضوع كبير قوي يعني. لكن احنا يعني هو مش مهتمين بيه ولا مهتمين ببروبلم سولفنج، لان انت مش شايف مشكله. انت من الاخر، انا زي ما قلت لك كده، انت بتروح كل يوم الشغل متاخر، هم اللي بيفتحوا بدري. واخد بالك؟ فهنبدا من النهارده كده كورس البروبلم سولفنج. في حاجات جميله جدا في البروبلم سولفنج، كلمات جميله جدا تقدر تنطط بيها على الزملاء، او تقدر تستعملها لو انت حابب يعني كده، تجرب في مره كده يمكن تنجح معاك. فصباحكم بيضحك، ونبدا مع بعض كده قصه ايه او كورس البروبلم سولفنج.